المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها صلاح الدين حسين. والبدء بالعناوين. المشاركون في سيكافا يتفقدون المشاريع التنموية. تنظيم دورة تأهيلية حول حفظ المخطوطات والمقتنيات الأثرية. حاكم عنسبة يبحث مع سكان ملبسه برامج التنمية الزراعية. قادة دول مجموعة السبع يواصلون مباحثاتهم في اليوم الأخير. 7 قتلى تصادم بين طائرة هليكوبتر وطائرة صغيرة. بكين مستعدة للحوار من أجل حل الخلاف التجاري مع أمريكا. أهلا بكم مشاهدينا. قام اليوم 26 من أغسطس كبار مسؤولي اتحاد كرة القدم لوسط وشرق أفريقيا سيكافا والمشرفين والمدربين المنتخبات المشاركة في منافسات بطولة سيكافا ما دون 15 عاما قاموا بزيارة تفقدية إلى الإقليم الجنوبي لمتابعة برامج التنمية الزراعية الجارية في الإقليم. وتفقد زائرون يتقدمهم الأمين العام لسيكافا ولجنة مسابقة سيكافا لما دون 15 عاما، فضلا عن مدربين ومشرفين للمنتخبات من ضمنها منتخبات اثيوبيا والصومال وجنوب السودان ويوغندا ورواندا وبوروندي وكينيا وتنزانيا. تفقدوا التنمية الزراعية الجارية في أسفل سدي لوغو ومسلم. وقدم المدراء التنفيذيون والمهنيون توضيحات مفصلة للزوار فيما يتعلق بإنشاء مركز الطاقة الشمسية وتربية المواشي، فضلا عن المشاريع الجارية لتأمين الألبان واللحوم ومشتقاتها. أوضح الزوار بأنهم لامسوا خلال تفقدهم لتلك المشاريع إنجازات استثنائية، وخاصة أنها أنجزت بالقدرات الإريترية، معبرين عن إعجابهم لمساهمة الشعب الإريتري في البرامج التنموية. هذا وتتواصل منافسات بطولة سيكافا ما دون 15 عاما، والتي افتتحت في 16 من أغسطس الجاري، حيث سيبدأ الدور نصف النهائي بعد غد الأربعاء بعد استراحة يومي الاثنين والثلاثاء. وقد تأهلت منتخبات كينيا وبوروندي ويوغندا ورواندا إلى الدور نصف النهائي. تنظم أنشطة فعالة وتبذل جهود حثيثة في كافة أرجاء البلاد لاستكشاف وحفظ وتوثيق الموروثات الثقافية والتراثية والآثار التاريخية الثرية. ومواصلة لتلك الجهود، شهدت العاصمة أسمرة اليوم افتتاح دورة تأهيلية تستمر ل5 أيام. لمزيد من التفاصيل مع الزميل نور الدين خليفة. افتتحت في 26 من أغسطس الجاري دورة تأهيلية بالتنسيق بين مركز الأبحاث والتوثيق التابع للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومقر البطريرك للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، تركزت على حفظ وترتيب المخطوطات الدينية والمقتنيات المقدسة. وشارك في الدورة التي تستمر ل5 أيام 25 خبيرا قدموا من كلية الإدارة والتجارة والعلوم الاجتماعية بعد قيح، وكلية القديسة سلاسي الروحية بدبر سيناء، ومكتب البطريرك، وكذلك مركز الأبحاث والتوثيق التابع للجبهة. وتشتمل الدورة التي يحاضرها الخبراء القادمين من جامعة هامبورغ الألمانية على الحقائق التاريخية الرئيسية في هذا المجال من حيث الترتيب والأدوات، وأدب لغة الجئز وتاريخها وهيكلها وتكوينها، وعلم الأبحاث الجئزية وآلية أدب الجئز الأثري، إضافة إلى علم اللغات والآداب وتنقيحها. كما تحتوي الدورة على سبل إعداد المكتوبات وترتيب الآداب، ومن ثم إدخالها إلى النظم الرقمية وغيرها من المواضيع المهمة. وعلم بأن الدورة تشتمل على جولات تفقدية إلى المؤسسات التعليمية والتوثيقية والأديرة ذات الارتباط المباشر بالمجال. وألقى الدياقون جرمايزر آي مساعد مدير مقر البطريرك كلمة الافتتاح، قال فيها إن إريتريا غنية بالموروثات القديمة، موضحا بأن المخطوطات الجئزية القديمة والموروثات التاريخية خير دليل على الحضارة، ويلعب دورا كبيرا في تطور المجتمعات والشعوب، مما يعزز ذلك أهمية الدورة وما تحتويه من معلومات قيمة. من جهتها، أشارت مدير مركز الأبحاث والتوثيق التابع للجبهة السيدة أزيب تولده أن المركز قام ما بين عامي 2000 وحتى 2007 بأبحاث استكشافية وجمع الآلاف من الموروثات التاريخية، وأن الخطوة التي اتخذت للتفاهم مع جامعة هامبورغ الألمانية جزء من الجهود الجارية لتعميق تلك الأبحاث بالدراسات العلمية. بدوره، أشار المشرف على الخبراء القادمين من جامعة هامبورغ الألمانية البروفيسور باوزي أليزاندرو
إلى أنه أجرى ابتداء من العام 1992 وحتى العام 1997 لفترة 5 أعوام متتالية أبحاثا ودراسات في الأديرة الإريترية، واكتشف عن كثب ثراء إريتريا بالموروثات التراثية، مؤكدا جاهزيتهم للعمل مع الخبراء الإريتريين في المستقبل. بحث حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود مع سكان منطقة ملبسو بمديرية حل في 24 من أغسطس الجاري باحثات في برامج التنمية الزراعية. أكد السيد الحاكم أهمية الإنتاج الزراعي الوفير في استقرار الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأسواق، ودور الاستعداد المسبق والمتابعة الجيدة حتى مرحلة الحصاد في تأمين إنتاج وفير، داعيا المزارعين لضرورة متابعة مزارعهم والتي توجد في وضع جيد بفضل الخريف الطيب حتى مرحلة الحصاد. ودعا السيد علي محمود فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية كافة الجهات لتعزيز المساهمة من أجل تقوية المشاركة في العملية التعليمية، مناشدا للاستفادة الجيدة من الفرص المتاحة دون التمييز الجنسي والعمري. أكد المزارعون جاهزيتهم لتنفيذ الإرشادات الزراعية البناء، مطالبين بترقية عيادة الضاحية بما يتماشى وزيادة الكثافة السكانية وتسريع الخطة الإسكانية لبلدة ملبسو، ومنح قضية المواصلات اهتماما أكبر وغيرها من التوصيات والمقترحات. في غضون ذلك عقدت اجتماعات في الفترة من 18 وحتى 22 من أغسطس الجاري مع سكان 8 إدارات ضواحي في مديرية أسماط إقليم عنسبة لمناقشة جوانب الغصون السائدة في المديرية وتعزيز العملية التعليمية. وقدمت توضيحات مفصلة حول دور التعليم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي، ودعت الاجتماعات المجتمع المدني والآباء والجهات المعنية لضرورة العمل المنسق. وذكرت بزيادة المساعي الحثيثة من أجل تعزيز مساهمة الإناث في المراحل التعليمية العليا. لدراسة الصف الثاني عشر وأداء الواجب الوطني ضمن الدفعة 33 للخدمة الوطنية، توجه طلاب الصف 11 من جميع المدارس المنتشرة في ربوع البلاد إلى ساوا. وقد عقد قائد المركز الوطني للخدمة الوطنية للطلاب اجتماعا تنويريا. لمزيد من التفاصيل التقرير التالي بصوت الزميل أمير عثمان. عقد قائد المركز الوطني للخدمة الوطنية العقيد دبسايجيده في 26 من أغسطس الجاري اجتماعا لمنتصبي الدفعة 33 للخدمة الوطنية، دعاهم فيها للاستفادة الجيدة من الفرص المتاحة. وذكر العقيد دبساي بأن ساوا هي مركز التوريث والتوارث، وتلعب دورا كبيرا في إخراج الشباب من الأفكار الضيقة وتنمي فيهم الرؤى الوطنية، كما تبنيهم جسديا ومعنويا، إضافة إلى رفع كفاءتهم الأكاديمية والمهنية والمساهمة الفعالة في التنمية الوطنية، معبرا عن أمنيته الكبيرة بأن يحقق هؤلاء الطلاب كل تلك الأهداف الوطنية بنجاح. وقال العقيد دبساي بأن كل جيل يمر عبر مراحل خاصة به، موضحا بأن الشعب الإريتري في المراحل الماضية دفع الغالي والنفيس لينال حريته ويحمي سيادته، وعلى الجيل الحالي الاستفادة من الفرص التي أتاحته آفاق السلام ويعزز معارفه ليتحمل مسؤولية تحقيق الرؤى الوطنية. وفي الآراء الذي أدلى به منتصبي الدفعة 33 ذكروا بأنهم يدركون جيدا الاستثمار الضخم من قبل الحكومة والشعب لتأهيلهم، مؤكدين جاهزيتهم للعمل بوفاء لإنجاح أهداف هذا الاستثمار الضخم. في الختام أشار قائد المركز الوطني للخدمة الوطنية العقيد دبسايجيده إلى اكتمال المتطلبات التي يحتاج إليها الطلاب في الفترة التي يقضونها في ساوا، داعيا إياهم لإنجاز مهامهم بمسؤولية. الجدير بالذكر انطلاب الصف 11 القادمين من كافة أرجاء البلاد توجهوا إلى ساوا في الأسبوع الماضي لمواصلة التعليم الأكاديمي في مدرسة وارساي كالو وأداء الخدمة ضمن الدفعة 33 للخدمة الوطنية. تبرع سكان منطقة عناقدي في مديرية بريق بالإقليم الأوسط بأكثر من 60,000 نقفة لمساعدة أسر الشهداء في ضحيتهم. وتم توزيع المساعدات المالية التي جمعت عبر المبادرات الأهلية في 15 من أغسطس الجاري لأسر الشهداء. وذكر رئيس اللجنة التي رعت المبادرة المقدم قبرة ساي سبهتو بأن الدعم يبرز الوقوف القوي للسكان مع أسر الشهداء، داعيا للدفع بها قدما في المستقبل. وقال مدير المديرية سيدة تسفسهاتيون أن المبادرة المتخذة تعكس الثقافة الإريترية المتحضرة وتعزز فخر الشعب الإريتري بأسر الشهداء، علاوة على ما تبعثه من ارتياح لمقدمي الدعم. الجدير بالذكر أن سكان ضاحية وكي دبا في مديرية برية كانوا قد قاموا بمبادرة مماثلة.
نظم في جلوج لقاء للعمال القادمين من مختلف أرجاء المديرية هادفا لمناقشة تهيئة البيئة المناسبة من أجل العناية والرعاية الأسرية والأهلية للمعاقين والكبار. وكان الهدف من اللقاء الذي نظمه مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم الكاشبركة إعادة التأهيل الأهلي للمعاقين والكبار والحصول على رعاية وعناية أفضل. وأوضح مسؤول المكتب السيد أيوب كداني أن الدفع بالتأهيل الأهلي للمعاقين والكبار والمحتاجين يعد من الخيارات الضرورية، ولتحقيق ذلك سيجري العمل بالتنسيق مع الشركاء. من جهته ناشد مدير مديرية قلوج السيد زر ميكيل بضرورة الفهم الجيد للبرنامج الجديد والعمل المنسق من أجل التعرف على المعاقين وكبار السن من أجل تقديم الرعاية اللازمة لهم وتمكينهم من الاستفادة من ثروات منطقتهم، مدركين جيدا أهمية هذا البرنامج. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. تتواصل أعمال قمة مجموعة السبع لليوم الثالث والأخير في بياريتس الفرنسية، وقد هيمنت على القمة زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المفاجئة والمخاوف الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولم تسفر المحادثات بين الدول السبع عن نتائج ملموسة حول ملفات حيوية أخرى مثل البريكس وفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت وحرائق الأمازون. وحقق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد ضربة دبلوماسية شديدة الوقع بدعوته وزير الخارجية الإيراني إلى بياريتس لبحث الأزمة الإيرانية. والملف الآخر الهام الذي تم بحثه بشكل مطول خلال القمة هو الحرب التجارية الأمريكية الصينية التي تثير قلق القادة المجتمعين خشية أن تدفع الاقتصاد العالمي المتباطئ إلى الانكماش. لكن ترامب باقي على موقفه المتصلب مستمرا في نهج المواجهة مع بكين، وأكد أنه إن كان نادما على أمر فعلى عدم فرض رسوم جمركية أعلى على البضائع الصينية المستوردة. وقد يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استضاف القمة مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشد معارضي النهج التعددي الذي يستضيف القمة المقبلة للمجموعة. قالت حكومة جزيرة مايوركا الإسبانية أن 7 أشخاص على الأقل بينهم قاصران لقوا حتفهم في تصادم بين طائرة هليكوبتر وطائرة خفيفة في الجزيرة. وقالت حكومة الجزيرة أن 5 ألمان بينهم قاصران قضوا جميعهم في الطائرة الهليكوبتر، بينما قتل 2 كانا على متن الطائرة الخفيفة. وقالت صحيفة دياريو دي مايوركا أن سبب التصادم بين الطائرتين الخاصتين غير معروف. وأضافت أن شخصين كانا على متن الطائرة الخفيفة، وإن زوجين بالإضافة إلى القاصر كانوا في الطائرة الهليكوبتر. وقال بيدرو سانشيز القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني: تضامني وحبي لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث المأساوي. قال ليو هي نائب رئيس وزراء الصين أن بكين مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات الهادئة، وأنها تعارض بشدة تصعيد الصراع، وذلك حسب ما ذكرت الصحيفة تدعمها الحكومة. وقالت الصحيفة أن ليو كبير المفاوضين التجاريين الصينيين أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر تكنولوجيا في تشونغ بجنوب غربي الصين. وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم إضافية بنسبة 5% على بعض من سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار في أحدث خطوة أعلنت بعد ساعات من كشف الصين النقاب عن فرض تعريفات على منتجات أمريكية تبلغ قيمتها 75 مليار دولار كإجراء انتقامي.
هذا وسجل اليوان الصيني تراجعا إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ نحو 11 عاما، وسط مخاوف متعلقة بالحرب التجارية التي تهدد أيضا بحصول ركود عالمي، وهو ما ألقى بثقله على الأسواق المالية. وتراجع سعر صرف اليوان إلى 7.14 مقابل الدولار، وهو المعدل الأدنى منذ بداية عام 2008 في التعاملات الآسيوية. شارك العشرات من الأشخاص في تحدي ريد بول 400 السباق الأكثر انحدارا في العالم. وفي تحد لموسم الصيف والحر الشديد، قال منظم هذا الحدث إن 1800 رياضي من 23 دولة شاركوا في هذا السباق. وتجمع المتسابقون عند سفح بول أوسرليترن شانزي في بيشفو فوشوفن في النمسا للمشاركة بالحدث، والذي أطلق عليه لقب أصعب سباق في العالم على مسافة 400 متر. فاز يعقوب ماير في تحدي ريد بول 400 فورتيتيود للرجال، بينما حصدت أندريا ماير اللقب في النسخة الخاصة بالنساء بعد أن فازت بمسافة مقنعة. ومن المقرر إجراء السباق التالي والأخير في سلوفينيا. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، من اللقاء.